خلاص كده كل المدرسين خلصوا المنهج، خلاص نبدأ نغيب من الدروس بقى. اصل يعني هو المدرس هيعمل ايه؟ ده هيقعد يحل حبة تمارين ويقعد يحل دي واجب ويدي امتحانات. طب ما الحاجات دي احنا ممكن نعملها في البيت. وبعدين كمان انا اصلا وقتي ضايع في الدروس، في 12 ساعة في اليوم انا مش عارف بتروح فين. طيب انا عايز وقتي ده فلازم اغيب من الدروس. طيب دي وجهة نظر اغلب الطلبة بتوع تالتة ثانوي، دايما في دماغه ان هو شايف ان الدروس بتضيع وقتي وانا عايز ال 24 ساعة استفاد منها وعايز ابقى حر في وقتي، وكل مدرس بيديني تكاليف زيادة عن اللزوم كأن مش باخد غير المادة بتاعته والحاجات دي. طيب خلينا نفكر واحدة واحدة. هو المدرس بيعمل ايه ومميزاته ايه وعيوبه ايه؟ ومميزات المذاكرة لوحدك ايه وعيوبها كمان ايه؟ ومين الناس اللي تمشي معاهم فكرة المذاكرة لوحدك اصلا؟ طيب هو المدرس عامة وظيفته ان هو زي مديرك كده، يديك حبة مهام تعملها تمام علشان تتطور في شغلك او تأدي المطلوب منك. طيب فكرة المذاكرة لوحدك انت اللي بتبقى مدير نفسك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لازم اول لما تيجي تذاكر لوحدك يبقى ليك نظام معين، انت عارف انت هتذاكر من الساعة كذا للساعة كذا، وعارف انت تاخد بريك من الساعة كذا للساعة كذا. انت قلت اللي انت عايز تبقى ال 24 ساعة اللي في اليوم معاك عشان تذاكر براحتك. طيب هو السؤال بقى، هو انت كنت بتذاكر قبل كده قد ايه؟ لو قلت لي رقم اقل من 4 ساعات 5، يبقى انت كده هتحتاج تتطور جامد عشان توصل لمرحلة اللي انت تذاكر لوحدك. ليه؟ لان الاربع 5 ساعات دول انت تقدر توفرهم وانت بتاخد دروس اساسا. انت هدفك الاساسي اساسا من المذاكرة لوحدك ان انت توجد وقت ليك ما كانش موجود قبل كده. فاهم الفكرة؟ يعني انت مفروض هدفك من المذاكرة اللي انت تذاكر اقل حاجة 10 ساعات، عشان انت في الدروس كان مفروض يومك 24 ساعة تمام؟ 24 ساعة هنقول ان انت بتضيع 3-5 ساعات في الدروس كل يوم وساعتين مواصلات، كده 7 ساعات، و7 ساعات 8 ساعات نوم، ده بالنسبة للإنسان الطبيعي تمام؟ يبقى انت كده بتضيع حوالي 16 ساعة. 16 ساعة من ال 24 يعني انت فاضلك اقل حاجة 8 ساعات، ساعة اكل وساعة صلاة بمجموع اوقات الصلوات كاملة، يبقى انت فاضلك مش اقل من 5-6 ساعات في اليوم تمام؟ ده العدد الطبيعي اللي انت المفروض تذاكر فيه تمام؟ لو انت اصلا ما بتذاكرش في المدة دي ساعات كتيرة يبقى انت كده مش هتقدر توصل لحاجة. حاجة كمان اللي انت لازم تعمل نظام لنفسك. يعني هو المستر كان عامل لك سيستم كده اللي انت تروح له من الساعة كذا للساعة كذا، والطبيعي في الاوقات اللي انت ما تروحلوش فيها اللي انت تذاكر تمام؟ انت دلوقتي بطلت تروح الدروس، فانت مفروض ان انت تذاكر لوحدك. فانت لازم تعمل لنفسك سيستم كده خاص بيك. يعني انت فكرة اللي انت ايه خلاص بطلت دروس يبقى انت بقيت حر، لا، انت لازم يكون ليك سيستم خاص بيك. يعني انت مواعيد نوم بساعات معينة، مواعيد مذاكرة بساعات معينة، مواعيد اكل بساعات معينة. في الاخر كده انت اللي هتبقى مسؤول عن نظام يومك ماشي ازاي، فلازم تنظمه صح علشان على الاقل المذاكرة لوحدك تأدي نتيجة. وطبعا مش محتاج اقولك ان انت محتاج تذاكر وتحل الاتنين مع بعض. في مشكلة كمان في السيستم اللي هو المذاكرة لوحدك، ان انت وانت بتذاكر لوحدك مفيش حد بيختبرك، مفيش حد بيقيس مستواك. الامتحانات اللي بيعملوها المدرسين الهدف منها اللي هي تقيس مستواك دلوقتي. انت قعدت 10 ايام في الدروس تمام، وبعد اليوم العاشر المستر اداك امتحان. هدف الامتحان ايه؟ الهدف الامتحان اللي هو يختبر مستواك في ال10 ايام اللي فاتوا اقل حاجة، او الفترة اللي فاتت كلها. وبعدين في حاجة كمان، الطلبة اللي بتذاكر لوحدها وبتقعد تسمع فيديوهات مراجعة على النت لمدرسين بال3 وال4 وال6 ساعات، انت كده الوقت اللي انت ضيعته في سماع الفيديوهات دي هو نفس الوقت اللي كان هيضيع في الدروس. ما ينفعش الطالب اللي ناقصه حاجة يذاكر لوحده. انت بتذاكر لوحدك عشان انت خلاص كده حاسس المستر مش هيضيف لك حاجة، فانت بالتالي بتوفر وقت للمذاكرة خلاص. فاهم الفكرة؟ فانت بالتالي كده ما ينفعش ان انت تذاكر لو انت في جزئيات في المنهج انت لسه شرحها مش في دماغك. فهمت الفكرة؟ طيب انت عمال تقول لنا في عيوب في عيوب في عيوب، طب ما تقول لنا حل المشاكل دي. اول حاجة ما تجيش تقول لنفسك ان انت هتذاكر لوحدك ومش هتعتمد على اي درس. هتذاكر كام ساعة؟ هو دي الفكرة، هو ده السؤال اللي انت المفروض تطرحه على نفسك. هتذاكر كام ساعة؟ تمام؟
وزي ما انا قلت لك اقل من 10 ساعات فهيبقى المذاكره لوحدك دي ملهاش اي صنف اللازمه، لازم تذاكر اكتر من كده او في نفس العدد اللي انا لسه قايله دلوقتي. طب لو انت مش قادر توصل للرقم ده، يبقى الحل بتاعك الوحيد ان انت تبدا تزود ساعات مذاكرتك مع الايام. يعني انت تتحسن مع الايام، النهارده بتذاكر 3 ساعات، بكره تدي نفسك كده اللي هو ايه سيستم، ان انت تذاكر بكره 4، بعده 5، بعده 6، وهكذا لحد ما تطور نفسك. كمان لازم تدي نفسك اوقات راحه مناسبه، مش كبيره ومش صغيره. يعني مثلا انت علشان تستمر في سيستم مذاكره مستمر ولوحدك لازم تجهز نفسك لمكافآت، تقعد تدي نفسك حافز كده اللي انت هتقعد اسبوع تذاكر تمام، وبعد ما الاسبوع يخلص هتطلع تخرج شويه، تتمشى شويه كده يعني. ولازم وانت بتذاكر تنزل امتحانات لمدرسين او تاخد الامتحانات اللي بيعملها المدرسين من صحابك اللي بياخدوا درس لسه، وتمتحن فيها نفسك من غير ما تبص في كتاب ولا اي حاجه، عشان تختبر مستوى مذاكرتك وصل لحد فين. المشكله التانية بقى اللي هتقابلك اللي انت مش هتبقى عارف الحاجات اللي انت المفروض تركز عليها في مذاكرتك ايه. حل المشكله دي ان انت تسال صحابك ايه الحاجات اللي المستر ركز عليها وهو بيراجع، ايه الافكار اللي وقفت مع الناس والافكار اللي هي قال ممكن تيجي في الامتحان. حاجه كده اخيره ونصيحه ليك، انت قلت اللي انت عايز تفضي نفسك علشان تذاكر عشان توصل وتجيب مثلا 90%، 92، 93، ايا كانت الدرجه اللي هتجيبها. فانت لازم تذاكر زي ما الطالب او 90% او 93 بيذاكر. الطالب ده بيذاكر ازاي؟ هو الفكره ان هو مش يعني ايه، مش بيروح عند مدرسين احسن منك، بس هو بيذاكر في الوقت اللي انت مش بتذاكر فيه. يعني وليكن انت بتدي نفسك كده ساعة مذاكرة ونص ساعة راحة، لا هو مش بياخد النص ساعة دي، هو بياخد بس 10 دقايق راحة وبعد كده يكمل مذاكرة. فانت فاهم الفكرة، التفاصيل الصغيرة في يومه هي اللي بتفرق لك. محدش بيقول لك انا عانيت قد ايه علشان اوصل او اجيب الدرجة دي، بس بتشوف النتيجة في الاخر بس، لا اكتر ولا اقل. كمان ان هو يسد عيوبه. يعني ايه؟ يعني مثلا هو عنده مشكله في الخط، هو بيقعد مع نفسه كده يتمرن من وقت لتاني ان هو يحسن خطه تمام. كتابته بطيئه، هو بيقعد مع نفسه كده ان هو يقعد يزود سرعه كتابته، يقعد يخلي المعلومات تثبت في دماغه، فبالتالي يقعد يكتبها بسرعه ويمرن ايده على الكتابه كتير. وفي النهايه احب اقول ربنا يوفق الجميع، ويا رب كله يوصل للي بيحلم بيه، ولو ما قدرش يوصل للي بيحلم بيه يا رب يكون قادر يبدا من تاني في المجال اللي ربنا اختاره له.